السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجماهير الأهلي السعودي الراقي الملكي. ترتيب دوري يلو بعد انتهاء الجولة 32 وبعد النتيجة الطبيعية جدا لمباراة الأهلي والشعلة والنتائج الغريبة جدا من بقية الأندية اللي كانوا بيدوا هدايا لبعض، لكن الهدايا دلوقتي ما بقاش ليها لازمة خالص بأي شكل من الأشكال، لأن خلاص تم حسم الصاعدين إلى دوري روشن رسميا. الأربعة اللي صعدوا رسميا تم حسمهم في الجولة 32، رغم ان احنا فاضل لنا الجولة 33 والجولة 34. كل تفاصيل دوري يلو والترتيب ونتائج الجولة 32 ومباراة النهاردة طبعا الأهلي والشعلة لازم نتكلم عنها ببعض التفصيل. اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة ويلا بينا ندخل في لب الموضوع على طول. محتاجين نمر كده مرور سريع على مباراة الأهلي والشعلة. لازم يا جماعة نأكد ان اي حديث دلوقتي عن بيتسو موسيماني هو عبث، من باب العبث ومن ضرب العبث. ليه بقى؟ لان المفروض ان بيتسو موسيماني خلاص مش مكمل معاك، يعني اخر ماتشين هيلعبهم ماتش القادسيه وماتش الحزم اللي بعد كده وخلصت. مع السلامه يا كابتن بيتسو موسيماني، معانا مدرب جديد الموسم القادم. فاحنا مش هنتكلم عن العبث اللي بيقدمه بيتسو موسيماني مع فريق الاهلي، عبث بكل ما تحمل الكلمه من معنى، لانه خلاص احنا كده كده مش مكملين معاه. لكن هنتكلم عن حزننا وخوفنا وقلقنا على الفريق ده اللي احنا شايفينه في دوري روشن الموسم القادم. كل ما بشوف مباراة للأهلي كل ما بيتحرق دمي، وكل ما بتعصب، وكل ما بتضايق، وكل ما بخاف واقلق على الفريق الموسم القادم. وده الأهم من كلامنا عن بيتسو موسيماني. خلاص بيتسو موسيماني كده مع ألف سلامة، عمل اللي عليه وزيادة. أنا قلقان على الموسم القادم بالنسبة للأهلي. نوعية اللعيبة اللي موجودة، من غير ما أسمي أسماء، من غير ما أقول أسماء، أنت بتلاعب الشعلة الذي هبط رسميا الى دوري الدرجة الثانية. يعني انت بتلاعب دلوقتي فريق درجة تانية وانت في دوري يلو في الدرجة الاولى، وانت متصدر المفروض، يعني انت افضل فريق. ادائك ليه كده؟ ادائك كده ليه من غير روح، من غير نظام، من غير تفاهم، من غير اي حاجة خالص؟ بتلعب بلاعيبتك الاساسيه، ما عندكش اصابات، ما عندكش ايقافات، ما عندكش غير محمد الربيعي، وده تعتبر اضافه بالنسبه لك ان محمد الربيعي غايب لانه الفتره الاخيره اداؤه متراجع جدا. فليه الاداء يقلق بالشكل ده؟ وليه في استهتار كبير بنادي الشعلة؟ استهتار كبير جدا بنادي الشعلة. تمام، سجلنا الهدف بالعافيه من ركله الجزاء، وسجلنا الهدف، كنا هنسجل الهدف الثاني برضه من ركله الجزاء، وضاعت من رياض بودابوز. رياض بودابوز يعمل اللي هو عايزه، يعني بصراحه يعني رياض بودابوز يعمل اللي هو عايزه. كان هيسجل جون رياض بودابوز لوب كده من فوق كل الناس، بس كانت اوفسايد. رياض بودابوز لمساته السحريه البسيطه جدا بتخلينا نطرب ونحس بطرب الاهلي الحقيقي، حتى لو اداؤه مش كويس، حتى لو بدنيا مش كويس. رياض بودابوز وجوده مهم جدا. فعندك لاعب او اتنين او تلاته تقدر تعتمد عليهم في دوري روشن الموسم اللي جاي، لكن بقيه اللعيبه دي يا جماعه من غير مشاور على اسماء، ازاي هتكمل معاك في الموسم القادم؟ ده القلق الاكبر، وده الحزن الاكبر، وده الخوف الاكبر على الفريق. مش هتكلم عن بيتسو موسيماني لانه مش مكمل معانا. حلو، ده بالنسبه لمباراه الاهلي والشعلة اللي انتهت بنتيجه طبيعيه جدا. نتيجه طبيعيه جدا ان الاهلي يفوز على الشعلة، تمام، مع ان الفوز ده مش فارق معانا، الفوز ده مش فارق معانا باي شكل، البطوله كلها مش فارقه معانا. طب هل كده الاهلي حصد البطوله بالفوز؟ هنتكلم طبعا عن الموضوع ده بالتفصيل، لكن في الاول لازم نشاور على نتائج الجوله 32. نتائج الجولة 32 اللي بدأت يوم 16/5: القادسية فاز على أحد 3-0، الأخدود فاز على القيصومة 3-1، الرياض فاز على العروبة 1-0. وامبارح كان في 3 ماتشات يوم 15/5: نجران فاز على الخلود 2-1، والفيصلي يعني فقد كل أماله بالتعادل ضد جدة، تعادل 2-2 امبارح، والجبلين برضو تعادل قدام هجر. والجولة 32 كان فيها 3 ماتشات النهاردة: الحزم فاز على الساحل، والعربي فاز على العين، والأهلي في نتيجة طبيعية جدا انتهى من مباراة الشعلة. طيب النتائج دي كلها، نتائج الجولة 32 عملت ايه في ترتيب دوري يلو؟ خلت الأهلي في الصدارة
الاهلي في الصداره زي ما حضرتك شايف، والاخدود في الوصافه، والحزم في المركز الثالث، والرياض في المركز الرابع. تمام. طيب كده مين اللي صعد رسميا؟ هم الاربعه اللي في الاول. خلاص الفيصلي كده مع السلامه. اللي صعد هو الاهلي والاخدود والحزم والرياض، ده الرباعي الصاعد الى دوري روشن. تمام. طبعا بنقول الف مبروك لكل الفرق دي اللي صعدت، خصوصا النادي الاهلي اللي عاد لمكانه الطبيعي. وفي انديه هنا اول مره تصعد الى دوري روشن. الاخدود اول مره يصعد الى دوري روشن. مش عارف الرياض تقريبا لعب قبل كده في دوري روشن، دي انا معلومه مش عندي. وبرده الحزم مش عارف صعد قبل كده في دوري روشن ولا لا، لكن اللي متاكد منه ان الاخدود دي اول مره بالنسبه له يصعد الى دوري المحترفين. فتحيه شكر لنادي الاخدود، عشان اكيد هيكون اضافه بالنسبه للموسم اللي جاي. لكن الاضافه الحقيقيه يا جماعه ان الكبير الاهلي الراقي الملكي عاد لمكانه الطبيعي. والقلق الاكبر اللي احنا لازم نفكر فيه الفتره اللي جايه هو اللعيبه اللي انت هتجيبها لدوري روشن. هتجيب لعيبه جديده، هتعمل صفقات جديده. المعارين هيرجعوا ولا مش هيرجعوا؟ اخر الاخبار بتقول ان عمر السومه مش راجع، الاهلي مش راضي عنه. اخر الاخبار بتقول ان اليوسكي بنسبه كبيره هو نفسه مش عايز. تمام. فاخر الاخبار بتقول ان احنا منتظرين موقفنا من التسجيل. اخر الموسم ده هنعرف، اخر المباريات دي اخر شهر 5 هنعرف موقفنا من التسجيل بشكل رسمي من محكمة كاس. هل هناخد التدابير الوقتية ولا لا؟ ساعتها هنحدد هناخد المعارين ولا مش هناخدهم بشكل رسمي قدام كل الناس، بعيدة عن التسريبات والاخبار المؤخرة اللي نشرناها على القناة. فلو معانا المعارين يبقى ما سجلناش، ولو هنسجل جديد يبقى هنستغنى عن المعارين ونجيب لعيبه جديده، نجيب بقى صفقات تعرف تسند الاهلي، علشان ده مش مكانه يا جماعه. حتى مش مكانه انه يكون يعني اقل حاجه تبقى في الاربعه اللي في الاول. اقل حاجه تبقى في الاربعه اللي في الاول في دوري روشن، وانا كده مش ببالغ. انا كده مش ببالغ. وطبعا الصداره تليق بالاهلي، وبطوله دوري روشن دوري المحترفين تليق بالاهلي، وان شاء الله نكرر الثلاثيه مره تانية وتالتة علشان يبقى رقم قياسي ما حققوش اي نادي في السعوديه كلها. وكذلك رقم هيعجز عن تحقيقه كل الانديه اللي موجوده في السعوديه، لانه شبه مستحيل ان نادي في السعوديه يقدر يحقق الثلاثيه. الانديه اللي موجوده في السعوديه كلها انديه قويه، اديكم شايفين دوري يلو لحد اخر لحظه، وبتلاعب الهابط نادي الشعله وبيستأسد قدامك ويستذئب ويبقى زي الذئب كده وعايز يلعب قدامك بقوه. ومدرب الشعله اللي هو محمد صلاح المصري زعلان على المباراه قوي ومتضايق قوي وكانه هيستفيد من المباراه، والنادي هبط. فالانديه كلها بتيجي تلعب قدام الكبار وتتحول الى اسود. تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.